ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ والله انا مكسوف اقول، بس الفكره ايه ان انا النهارده قاعد من الصبح، قاعد في البيت مش عارف اذاكر خالص. مش عارف كده يعني، حاسس إيه خطوه ان انا ابدا اذاكر النهارده، ما مش قادر اخد خطوه البدايه اصلا. كل شويه اضيع وقت مش عارف ايه كده، حوار كده يعني. فقلت انزل اذاكر بره وكده. بس الحاجات اللي لافته نظري والله العظيم دلوقتي اللي انا حاسسها، اللي هو يعني توفيق ربنا ان انت اصلا تبدا تذاكر او تعمل حاجه نافعه او كده. الحوار فعلا بيحتاج توفيق ربنا جامد، يعني ربنا بيوفقك لده. اكتر حاجه كانت بسالها لنفسي، يعني ايه سر عدم التوفيق؟ فبجد دي اكتر حاجه شاغله مخي دلوقتي. فكنت سمعت فيديو للشيخ سمير مصطفى، ان المسلم في اي وقت اذا استدرك فهو يستدرك عند كريم. الله عز وجل كريم، لو راى منك خير اعانك. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، انما اشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هيلو يا جماعة، والله لسه خلصت، طلعت من الكافيه ولا القهوة اللي الواحد كان قاعد فيها دي. الواحد ما ذاكرتش أحسن حاجة، بس ما ذاكرتش كمية كبيرة، بس اللي أنت فاهم الفكرة إن أنا حاولت، يعني ما استسلمتش إن اليوم يخلص على الفاضي وكده، وحاولت إن أنا أذاكر ونزلت وكده. فالواحد يعني هيعمل ايه؟ انت فاهم، انا حاولت. هتعمل ايه؟ طيب هتعمل ايه؟ انت حاولت على الاقل، ما استسلمتش ان انت تعدي اليوم بدون فايده، وحاولت ان انت تذاكر، فخلاص فقشطه خلاص بقى. هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه بجد؟ فالحمد لله الحمد لله يعني. المهم كنت اسمع الفيديو بتاع الشيخ سمير مصطفى، كان بيقول ايه؟ ان سبب عدم التوفيق سوء المرحله اللي قلبك وصل لها. وبرضه قال في الفيديو مقوله لابن القيم: نظرت الى الناس في تقدمهم وتاخرهم فلم ارى شيئا الا التوفيق، ولم ارى التوفيق الا في محل صالح. هو قال سبب عدم التوفيق سوء المحل، ومقوله ابن القيم بتقول: لم ارى التوفيق الا في محل الا في محل صالح. فهو قال ايه؟ لما تلاقي نفسك مش موفق، اشتغل على قلبك، روح يقول له: يا رب انا قلبي فسد، بدل قلبي ده. يا رب انا قلبي فسد، بدل قلبي ده. من اكتر الحاجات اللي بحسها ان ربنا ما يوفقكش ان انت تعمل حاجه نافعه او كده، ان فعلا بسبب ذنوبنا يا جماعه والله. فالفكره ان الواحد يحاول يرجع لربنا ويدعيه. يعني بيقول لك احد السلف زمان كان بيسال ربنا في علف حماره، يعني بيساله في العلف حتى بتاع الحمار. الفكره ان الواحد محتاج انه يرجع ويلجأ الى الله، ويحاول يشتغل على قلبه. كنت حاسس الكلام ده، فحسيت ان انا لازم اطلع اقوله، مش عارف. وبس كده يا جماعه، السلام عليكم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا